مدام زي مسيو، كومون تاليفو؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. نشرة اخبار الراب للاسبوع الثالث من شهر ماي 2026. الحقيقة الاسبوع هذا كان ساخن ساخن ساخر ساخر، لكن بون، في انرجي قوية عجباني. لعله اكثر انرجي عجباني من السين اللبناني انتوني السمراني. تراك مميز، ننصحكم تسمعوه. أنتوني السمراني يعني بصارة ويا بصارة، قولي لي شي مخباية. التراك الثاني وما توقعتهاش، لطفي بوشناق وام سي غزة. والله مش عارف اسكو تراك جديد او قديم، لكن عرضني حاجة تعمل الكيف. لطفي بوشناق، ام سي غزة، بصراحة رجعني ريحة الراب متاع 2007 2008 بصراحة. كوبلي كيف هذي. الحاجة الثالثة، نتفكر الأسبوع هذا السيكي ميمي يتعملق، يعني عملاق بطبعه. السيكي ميمي كل سطر بوزنه. يسمعوا إنسان يده ترعش، يده تتكبس، سافا جو باهي، يخليك متوازن. يعني ان كان يعطيك حاجة فيقسم معاك الانرجي. هذه هي سيكي ميمي، جو باهي ومن البارح مش مليون. مين ثلاثة تركات هذوما يستاهلوا تحية من قلبي. الحقيقة حسوني بالحياة أنا الأسبوع هذوما. محلاك تحس روحك دي فوا، يعني راك حي. نتفهم. عدة الأخبار المتفرقة الأخرى، لعله يعني من أهمها حنشونة تطلع يعني بالاي اي، لكن حنشونة يعني تخدم باقة. شد ستو في ظهر لي اكيد، مش عارف. ستو عنده فازة تهموه انه سارقها، فحنشونة شدته يا سارق يا سارق كذا منا مغادي تك تك تك. مع انه نزلت عليه نزلة غير هي تعرف السبب. وفي الظاهر يعني كل انسان يدافع على ستو باش تنزل عليه. وخويا ستو، بالرسمي هذه حاجتك بكلمات امين موجود وما تخافش، ما تحت عينين حنشونة الجوبي. خل نخدم رواحنا. ويا حنشونة يزينا بلا ستو، علاش عادي؟ خي غلطة وعملها، فازة وصارت. ينجموا يكونوا قاعدين يعني، فالإنسان يبهر بأفعال الإنسان عادي. هما كانوا صحاب فسمعوا لقطة فاخذها ولصقها لها. هي توجع الحقيقة، ما تصير عادي، الناس تتعلم من بعضها. الحاجة اللي من بعدها، سنفارا علي البريقي، اوكي كوروا برا، بلاستو مضمونة، المفيد يهبط في التشكيلة وجو باهي. آه الطاف ام سي الطاف ديستراك، ظهر لي موجه الميجو او الاميجو متاعها، حاجة كيف هكاك. الحاسيلو عملت به ايشوفمون، نفهم. ام سي الطاف تعمل ايشوفمون. ايش فما. ايوه على ذكر ميجو انا جبته تو. ميغو وعيسى بن درديف يتلموا بعد غياب سنين، يعني بعد ما تكلاشيو والاخر جبدلو بنته والاخر مش عارف حاسيلو. انا كي شفت عيسى بن درديف ام سي ميغو يعني مفيتين مع بعضهم، رجعوا لي انرجي اني مش عارف ما مشكلة الا ولها حل. ينجموا زوز يهبطوا ريش ومن بعد تشوفهم مفيتين مع بعضهم، لكن تراك ضعيف بصراحة. موقفي ميغو
وعيسى بن درديف اسم اللي بيعني عزة لا ريح ولا عصار يهزة، ترك ضعيف. والعظيم الممتاز الرائع الشنيع الفظيع لطفي دوبل كانو يبهر الناس بالتراك منمق معمق، حل السرة تلقى خيط. هذا لطفي دوبل كانو بون، تراك منمق معمق لكن حل السرة تلقى خيط بصراحة. كيف العادة لطفي اللي تربينا عليه ما تبدلش، انت فاهم. وبون كل انسان ومعارفه، كل انسان ومداركه، جوك باهي لطفي امورك طيبة برا اخونا رابي، لكن افيك فيرتي يعني. انا شخصيا شفته تراك فاسيل على الاخر، وفيه مغالطات. المغالطات يعني انه وصل للناس انه الحرب هذه اقتصادية، وهي الحرب اللي صايرة حرب ايديولوجية، والناس الكل يعني تتمنى وتستنى في المسيح الموعود والمهدي المنتظر خزعبلات. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى. فاهم. والتحليل يعني اللي قدمه لطفي دوبل كانوا ساذج جدا. أوكي، تحليل الجزيرة، الأخبار اللي تحب توصل لك الجزيرة أنه الحرب مش حرب إيديولوجية وإنما هي حرب اقتصادية، وعيش وأضمن خبزتك ومالك ومال الآخر. هذا هو. شكون حماء والله بحبك موت يا حمادة، أنا بعدك أنت أموت يا حمادة. حمادة سامحني جبتك باسمك جنرال. الجنرال نحبه الإنسان هذا على فكرة، الجنرال، وعنده إنرجي قوية ياسر، انت فاهم. لكن بتراك باستا ما كان ينجم يعمل خير من هكا بارشا زيادة، وما نحبوش باستا من الجنرال نحنا، فهمت. نتمنى لو يعني الجنرال اي اي اي. وبالله بما ان جبدنا الجنرال باش نحكي يعني بوليتيزم شوي، شنية مثلا الحاجة اللي تمنع الارتيست الرابور انه ينخرط في العمل السياسي؟ واحد كالجنرال مثلا، ويستاهلها الجنرال كي نحكي في هك، فهمت. وكي حكيت له باسمه وقلت له والله بحبك موت يا حماده، بالحق ما انا نحبه يا اخي الشخص هذاك، انت فاهم. وكان عندي يعني شوي علاقات في استوديوهات من صفاقس، و يحكوا فيه غير الباهي، عرفتوا انسان حد وحد روحه خدام ترانكيليزانتي جو باهي. لكن شنية الحاجة اللي تمنع مثلا ارتيست محبوب انه مثلا يقدم حلول على ارضية الواقع للبلاد، انت فاهم، ويكون نبراس نجاة للمحيطين به. جو سويسير مثلا من تراكات الجنرال نعرفوا اللي يعني يكور وحده وتعرض للمضايقات وهذه المادة الخام متاع كل رجل دولة ناجح. مانيش باش نقولك سياسي لأنه الخيل هي التي تساس، ولكن نحن يعني أناس، فنجموا ما نقولوش سياسي وإنما نقولوا رجل دولة. شنية الحاجة يعني اللي تمنع واحد مثل الجنرال وكفاءته ومخه يعني أنه ينخرط في الحياة العامة حقه، ويكون يعني من بنات دولة المستقبل؟ وهذا شيء مشروع وشيء منطقي نشوفه على الاخر، مع انه جمهور الراب باش يجي كونترها كريم الجانك 2016 يعني ساعة اللي ترشح الانتخابات الكل، او ساعة اللي حث الشعب على الانتخاب الكلهم جاو ضده، عرفتها. تقول هو مش عارف شو عمل.
لكن هذا هو واقعية، وهذه مواضيع أخرى. يلا سيدي، وفات نشرة الأخبار مع بعض التعاليق. بون، إذا كان ما عجبتكمش الحلقة عادي، حتى أنا مش عجبتني، نفكر باش نحاها، أما نيش باش نحاها. وهذا ما كان. السلام عليكم.